السلام عليكم ورحمة الله، حياكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله بنكمل شغل على الحوض، في عدة شغلات جديدة أسويها إن شاء الله. بحلقة اليوم راح أخلصها بالكامل. طبعا في الحلقة الماضية توقفت عند الانتيك، للأسف هذه الحلقة نفس الشيء ما راح أكمل شغل على الانتيك لأنه ما زال الجازكت ما وصل، مسوي له طلب من فترة ولحد الحين ما واصل. أنتظر بس الجازكت مال الانتيك وبعض القطع اللي تركب في الانتيك وبعدين نركبها إن شاء الله، أخلص موضوعه بالكامل. أما الحين شغال على الكولر، قص أضبط له مكان، أفصل له قواعد ونركبه إن شاء الله في السيارة. طبعا فصلت هذول القواعد، استخدمت حديد سكراب نفس هذه القطعة، قصيتها بالشكل المطلوب، والحين أريد أركبها هنا. عفرت هذا الجزام من الدعامية الأمامية عشان أركب اللي هو هذا البراكت اللي سويته بهالشكل، ويركب على طول إن شاء الله اللي هو الكولر. طبعا فصلت قواعد فوق وباقي إني أفصل قواعد تحت، لأن في قواعد راح تشبك الكولر في الشاصي اللي في الخلف، وفي قواعد راح تشبك الكولر في الدعامية الأمامية. مجموع 4 قواعد، قاعدتين فوق قاعدتين تحت. فخلاص مثل ما تشوفوا ضبطت هذول القواعد الاثنين، بس محتاج شوية أسوي لهم صبغ كذا لون أسود عشان المظهر، وبعدين خلاص. فالحين بس راح أركبهم هنا هنا وهنا، وبعدين نركب القواعد اللي تحت. راح أفصلهم الحين بعد شوية. خلاص ركبت الكولر، شوفوا كيف كله تمام ثابت أموره طيبة، وفصلت القواعد اللي تحت هذولا يركبوا هنا. طبعا سويته بهالشكل عشان إنه لما أركبه يركب بهالطريقة، وبعدين هذا الجزء راح أسحبه والكولر راح يجي بهالشكل، شوي يجي على زاوية وشبكة في هذول الفتح اللي موجودين أمام المراوح. أهم شيء لازم يكون على زاوية عشان يركب، لأنه بهالشكل ما يركب زين، لأن البنفر راح يمنع شوية، فلازم أجيب على زاوية خفيفة كذا بهالشكل تقريبا ويضبط إن شاء الله. خلاص الحمد لله ركبت الكولر، شوفوا كيف كله تمام. بس طبعا هذول القواعد اللي سويتهم لازم أصبغهم الحين لون أسود عشان المظهر شوية. من تحت نفس الشيء سويت قواعد، شوفوا كيف شبكتهم. استخدمت هذول السبرنجات، طبعا هذول مال بانشي اللي موجودين في الهيدرز، استخدمتهم عشان اركب الكولر مع البودي مال السيارة من تحت، وضبط ما شاء الله، طلع مضبوط مرة ما عليه اي كلام، ثابت واموره طيبة. طبعا جبت كذا على زاوية عشان يركب زين في البنفر وكله تمام. الحين بما اني خلصت موضوع الكولر الحمد لله كله تمام، بنتقل حال هذول القطع، راح اصبغهم ان شاء الله نفس لون السيارة. راح اشيل الصبغ القديم منهم ونسوي لهم سمكرة بالكامل، وبعدين نصبغهم ان شاء الله على طول. يوم جديد. طبعا امس ركبت الكولر خلاص اموره طيبة. الحين بنتقل على هذول القطع. هذول طبعا اللي كانوا راكبين خلف الكولر، هذه الجهة هنا راح اجددهم ان شاء الله. الحين بنسوي لهم صبغة جديدة ونضبط الامور ان شاء الله بالكامل. طبعا الحين بس اريد اشيل منهم الصبغ القديم اللي في هذول القطع، وبعدين سنفرة، وبعدين ان شاء الله نبدأ في الصبغ. اوكي تحديث جديد. طبعا حاليا القطع خلاص سويت لهم برايمر، سويت لهم سمكرة صنفرة، امورهم طيبة. بس باقي الحين اسوي الصبغ، وبعدين ان شاء الله راح يكون الكلير اخر شيء، وخلاص يكون القطع مخلصتهم. سويت لهم طبقتين من البرايمر، الحين باقي بس اسوي اللون والكلير ان شاء الله. تحديث جديد. خلاص هذول القطع مثل ما تشوفوا صبغتهم الحمد لله، سويت لهم صبغة جديدة بالكامل، طبعا نفس صبغة السيارة بالضبط. وهذه القطعة نفس الشيء كله تمام. هذه بعد. الحين بس اريد اركب القطع. طبعا هذول الثلاثة يركبوا هنا خلف الكولر، واحدة هنا واحدة في النص اللي يكون فيها القفل مال البونيت، والثالثة هنا. فالحين ان شاء الله راح اركبهم، بعدين نشوف كيف الترتيب.
اوكي الحين راح اركب بيب الاويل مال التوربو. ان شاء الله راح اشبك من التوربو الى البلوك. طبعا البراغم مال هذا البيب بدلت الواشرات اللي فيهم، ركبت واشرات جديدة. طبعا هذول الواشرات لازم تبدلهم على طول، اذا بطلت اي برغي في مثل هذول الواشرات لازم تبدلهم. فالحين راح اركبهم ان شاء الله، راح اشبك هنا وفي البلوك. خلاص الحمد لله ركبت بيب التبريد او بيب الاويل مال التوربو، خلاص كله تمام. الحين اريد اركب اللي هو الدرين مال التوربو. طبعا هنا راح يركب جاسكت، طبعا الجاسكت ما موجود من الوكالة فراح افصله وحدي. خذيت هذا فايبر شيت يستخدموه حال الاويل سيل وحال الكولنت وحال الجازولين، فان شاء الله راح يؤدي المهمة. راح استخدم الحين على هذه القطعة، راح افصل جاسكت بنفس الشكل بالضبط ونركبه ان شاء الله في التوربو. خلاص فصلت الجاسكت، هذا هو. راح اركب الحين واشبك هذا البيب مع التوربو والماكينة. اوكي ركبت بيبات التوربو مثل ما تشوفوا، هذا واحد وهذا الثاني. هذا مال الدرين، هذا يركب في اللي هو الكرانكيس تحت، وهذا اللي هو في البلوك. فهذا خلصنا شغلته الحين كله تمام. هذا طبعا ضروري اسوي له عازل حراري، بس هذا الهيدرز ما يحتاج لانه عاجبني مظهره كذاك بصراحه. افضل اني اسوي عازل على البيب مال الاويل ولا اني اسوي على الهيدرز. اوكي من ضمن الاشغال اللي اريد اسويها، اريد اركب التانكي مال الراديتر او الرزفور مال الراديتر اللي هو هذا. طبعا هذا غير عن مال الوكاله، هذا تجاري مصنوع من الالمنيوم. الحين راح اركبه يركب في اماكن براغ الوكاله هنا مثل ما تشوف. هذه واحده وهذه الثانيه، ان شاء الله راح اركبها الحين. خلاص الحمد لله تم التركيب مثل ما تشوفوا، مظهره جدا ممتاز. طبعا هذا طلب من الصين او من امريكا ما اذكر بصراحه. طبعا هنا يشبك بيب الى الخارج، وهنا يعطيك اللي هو الكميه اللي موجوده داخل التانكي، وهذا البيب اللي تحت راح يشبك في الغطاء مال الراديتر الاساسي. تركيبه جدا سهل، يركب في حفر الوكاله. هذه واحده وهذه واحده، اموره طيبه. الحين بشوف لي شغله ثانيه ونسويها ان شاء الله، لان حاليا ما ادري وش اسوي من الشغل. قاعد اسوي شغل عشوائي بس لحد ما استلم القطع مال السياره، بعدين عاد يكون عندي خطه معينه وش اريد اسوي. بس حاليا قاعد شغل عشوائي لحد ما استلم القطع. خلاص انتهيت من تركيب هذه القطعه. الحين راح انتقل الى هذه القطعه اللي هو الفيول ريجوليتر. طبعا هذا نفس اللي كان موجود في السياره قبل، مجرد اني نظفته شويه وراح استخدمه مره ثانيه. طبعا قبل ما كان في مشكله ابدا، الحين راح استخدمه ان شاء الله. راح اركبه تقريبا هنا هذا الجهه. خلاص تم تركيب الريجوليتر. طبعا هذولا في 3 مخارج، هذا واحد راح يركب في الانتيك، وهذا راح يركب في هذا المخرج اللي هو مال الفيول بوم. هذا او هذا واحد من الاثنين. طبعا هذا راح يركب في الانجكتات او الفيول ريل. اوكي الحين شغال على الانتيك، اريد اسكر هذه الفتحه. طبعا في الحلقه الماضيه خبرتكم ان هذه الفتحه مال الار بي العاديه، بس انا عندي الار بي التوربو، فالقطعه اللي تركب هنا شويه حجمها كبير، فالقطعه اللي كانت بتركب هنا راح اكنسلها ان شاء الله، وهذه القطعه راح اسكرها. راح افصل القطعه من الحديد بهذا الشكل واسويها هنا، راح تتسكر ان شاء الله كامل. فراح يكون في بديل براويكم عنه بعدين. الحين بستخدم حديد سكراب وافصل نفس هذه القطعه ونركبها هنا ان شاء الله. اوكي هذه القطعه خلاص فصلتها، شوفوا كيف. طبعا راح تركب هنا، راح تغطي هذه الفتحه بالكامل ان شاء الله، لان هذه الفتحه راح اكنسلها، راح استخدم قطعه ثانيه ان شاء الله وبراويكم عنها بعدين. الحين عشان اركبها راح استخدم هذا الجاسكت ومع هذا السيل ونركبها ان شاء الله. طبعا استخدمت هذا النوع من البراغي عشان هذول البراغي لما تركبهم يكون مره على السطح. شوفوا كيف الهيد يكون مره مستوي على السطح.
خلاص الحمد لله سكرت هذه القطعة، سويت سيلنت، سويت جاسكت، والأمور جدا طيبة. طبعا بما أني كنسلت هذه القطعة راح استخدم بديل، يا هذه القطعة أو هذه القطعة، الاثنين نفس الوظيفة. هذا الجهاز أو هذا الجهاز فائدته نفس فائدة الجهاز اللي كان موجود هنا، بس الفرق أن هذا يعطيك يعني قراءة أفضل، يعطيك يعني ريس أفضل، لأن في مال اللوكال يعطيك تقريبا 1500 RPM، أما هذا يعطيك تقريبا 1200 1100 كذا بهالحدود، فهذا أفضل يعني من مال الوكالة بكثير. فهذا وظيفته أنه يشبك في البيبات مال الانتيك اللي قدام بعد الثروتل، هنا راح يشبك بيب واحد هنا قدام الثروتل، والبيب الثاني راح يشبك في الانتيك، فراح يسمح بدخول الهواء من بيب الانتيك إلى الانتيك بالنفس، وكذلك راح يزيد في الريس، يعني ما يحتاج انه يستخدم اللي هو الثروتل، يفتح الثروتل ما يحتاج. طبعا انا راح استخدم هذا لان هذا شوية اكبر، هذا اصغر ما يصلح، وان شاء الله تضبط الامور. راح اركبه تقريبا هنا، طبعا بيب واحد راح يشبك في هذول المداخل، والبيب الثاني راح يشبك في البيب اللي قدام الثروتل. اوكي خلصنا الموضوع هذا، الحين بننتقل حل الماكينة. في شغلة واحدة اريد اسويها، اريد ابدل اللي هو الثرموستات القديم اللي موجود في هذه الماكينة، لازم نبطل هذه القطعة، بعدين نبطل الثرموستات القديم، نركب الجديد ونرجع القطعة. هذا طبعا الثرموستات الجديد، وهذا القديم. القديم ما مستهلك واجد، يعني يصلح كان نستخدمه زيادة، بس يعني عندي جديد وافضل اني استخدمه. طبعا هذا نفس الشيء مال الوكالة، اذا تلاحظوا مكتوب هنا نيسان، هذه هذا نفس الشيء مال الوكالة نيسان، بس في اختلاف بسيط بينهم. اتوقع هذا مال الماكينة الثانية وهذا مال اربي. المهم ما علينا، الحين راح اركبه ان شاء الله، بسوي سيليكون شوية خفيف كذا على الثرموستات وعلى الكفر واركبه ان شاء الله. خلاص ركبت الثرموستات وسويت سيليكون. طبعا استخدمت هذا السيليكون يتحمل درجة حرارة عالية. طبعا هذا السيليكون لما تستخدمه على اي قطعة، اول شيء راح تثبت البراغي، طبعا لا تسويهم تايت، مجرد انك تثبتهم، بعدين بتخليه ساعة لحد ما يقف. بعد ما يقف او بعد ساعة بتجي وتسوي تورك على البراغي ويكون خلاص خلصته. الحين الحمد لله خلصنا شغل الثرموستات، هذا الجزء خلاص خلصته. خلاص للأسف راح انهي الحلقة. طبعا حلقة اليوم مجرد تحديث وين واصل في السيارة. للأسف يعني شوية الشغل راح يتأخر لأني جالس انتظر القطع توصل. عندي الجاسكيت مال انتيك لحد الحين ما واصل انتظره، وعندي اللي هو البايبنج مال انتيك، مجموعة كبيرة يعني من القطع انتظرها توصل عشان اركبها وخلص الماكينة كامل. فإن شاء الله يمكن على الحلقة الجاية راح استلم كل القطع. فأتمنى عجبتكم حلقة اليوم. طبعا للأسف حلقة اليوم مجرد تحديث. أهم شيء لا تنسوا دعمكم للقناة، ونلتقي على خير في الحلقات الجاية إن شاء الله.